بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة يمنى. وصفة اليوم وصفة بيتزا تاع زمان، درتها على طريقتي، تجي مقرمشة من التحت وطرية من الفوق. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة نبداو بالعجينة. نديرو كاس حليب دافي، نزيدو كاس ما دافي، نديرو الحليب والماء، نزيد هنا مغرفة كبيرة خميرة، وفي الصيف ديروا غير ملعقة ممسوحة. هنا مغرفة كبيرة سكر وحبة بيض، نخلط مليح ومن بعد نروحو نزيدو الزيت. هنا درت ربع كاس، حوالي بين 4 حتى 5 مغارف كبار. نخلط ونروحو نضيفو هنايا مغرفة كبيرة خل. نبداو نديرو في الفارينة. درت هنا الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، غربلو الفارينة مليح، ونزيد هنا مغرفة صغيرة ملح. نخلط كلش، نزيد الكاس الثالث، هكذا نخلط. هنا قربت لكم باش تشوفوا مليح، وراني نروح معكم خطوة بخطوة. زدت هنا الكاس الرابع، زدت هنا الكاس الخامس، درت النصف ديالو. هكا نخلط. دوكا نبدا نخدم بيدي هكا باش نعرف العجينه اسكي خصها الفارينه ولا لا. نخلط مليح. هنا كملته كامل، تسمى درت 5 كيسان. هنا ندخل الفارينه مليح في العجينه. هنا الكاس السادس نبدا ندير غير بالتدريج، غير بشويه، ونعجن فيها هكا، نخلط حتى نتحصلوا على القوام. ما لازمش تيبسوها معاكم. دوك نوري لكم كيفاش. انا شوفوا راني نزيد غير بشويه. يقعد خليو حوالي 4 كاس، وكل واحد على حسب نوعيه الفارينه ديالكم. شوفوا كيفاش تكون تتلاصق في اليد هكذا. وفي هذه المرحله نزيد مغرفه كبيره زبده مارغرين هنايا، ونبدا ندخل فيها داخل العجينه. شوفوا كيفاش ديروا كيما راهو يبان في الفيديو، تقعدوا تخبطوا فيها. شوفوا كيفاش ديروا حوالي دقيقه. شوفوا حتى تتحصلوا على، شوف كيفاش يولي القوام ديالها. بصح تقعد كيف تلصق. شوفوا كيفاش ما تنشفوهاش. شوفوا ما تنشفوش العجينه معاكم، تقعد تلصق. دوكا نخلوها تخمر. هنا بعد ما خمرت شوفوا كيفاش دير الفقاعات. نهبطوها نروحو نخدمو بها. هنا نروحو نخدمو لاصوص طوماط تاعنا. لازم نحتاجو الطوماطيش تكون يابسه، نقطعوها شرائح هكذا، ديروهم شويه خشان. وهادوما هادو اللي لحيتهم من الفوق ومن التحت تاع الطوماطيش نخدمو بهم لاصوص طوماط من بعد. هنا في مقله نحط شويه زيت برك تسخن معاكم. حطوا الشرائح تاع الطوماطيش، ما لازمش يطيبوا باش ما يتخسرش الشكل ديالهم هكذا. باش تاني تقدروا ترفدوهم، خلوهم برك يدبالوا شويه. وزدت معاهم فصوص الثوم هكذا. هنا شوفوا لازم الطوماطيش تحافظ على الشكل ديالها هكذا، ولي تتخسر كيما هذه تخسر الشكل ديالها، هذه نخدموا بها لاصوص طوماط مع هذا الطوماطيش. دوك هاد الطوماطيش نفس الشيء، نعاود نحطها في الزيت، نخليها تتقلى تذبال، من بعد نخلطها مع الكميه الاخرى. هاي ليك هنا راني خلطتهم. نروح ندير لها شويه ملح وشويه فلفل الكحل، نزيد زعتره، نخليها طيب، ومن بعد نروحو نرحيوها. هنا نرحوها باش نحو لها كامل هذيك القشره ديالها. نتحصلوا على هاد لاصوص طوماط، خلوها كيما راهي، ما تزيدوا لها والو. ومن بعد هنايا باش البيتزا تاعكم تجي مقرمشه من تحت، لازم سنيوه تدهنوها مليح بالزيت. ومن بعد حلوا البيتزا تاعكم العجينه، حلوها بالفارينه وحطوها فوق سنيوه. ما تحلوهاش بزاف خشينه باش ماشي تزيد تخمر معاكم، رايحه تجيكم عاليه بزاف ومن بعد تجيكم تقول موسكوتشو. حلوها ماشي رقيقه وماشي خشينه.
هنا فرشت لاصوص طوماط، ومن بعد راني ندير شرائح تاع الطوماطيش. ديروا لهم الملح ما تنساوش باش ما تجيكمش سانطه. ومن بعد هنا درت شرائح تاع الفلفل قطعتهم بالطول، ونحط هنايا الزيتون. هنا عندي كميه من الزعتر درتوه من فوق البيتزا. والفرن تاعكم لازم تكونوا سخنتوه من قبل واحد النص ساعه هكاك، سخنوه مليح باش تحطوها طيب معكم وتجي تجي مليحه. لازم الفرن لازم يكون مسخن. هذه هي كيفاش النتيجه ديالها. هنايا درت لها المعدنوس، تحبوا تزيدوا ديروا لها شويه زيت من الفوق. شو كيفاش تجي من الفوق، تجي من الفوق طريه ومن التحت فيها ديك الطبقه مقرمشه. وفي الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على اللايك فضلا وليس امرا، والاشتراك وتفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. سلام.